السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عملنا فطار حلو ولذيذ كده وحلو على قلب، وبحب جدا الفطار ده النهارده. ده عصير تمر طبعا، اللي هو الراعي الرسمي للفطار بتاعنا، وعصير فراولة. ده طاجن البامية باللحمة يا جماعة، وهم يا جماعة، بصوا جربوه. انا بعشق الطاجن ده، وعملت معاه حبة محشي خطير خطير. بصوا يا جماعة، المحشي الواحدة بوحدتها كده، ومعاه قرن فلفل حامي. وتعالوا كده نخش على الطريقة اوريكم. بالهنا والشفا ليكم ولينا ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. المهم انا عندي كان كيلو لحمة كده. شوحته الاول في معلقة سمنة بلدي. حطيت لورا طبعا وملح وفلفل اسود. لا، ما حطيتش ملح، معلش. حطيت سكر في الشوربة. حطيت يعني الأول دلوقتي لورا والسمنة البلدي واللحم، شوحتهم كده، وبعد كده نزلت عليهم بالمية السخنة اللي هتغلي، وعشان كده نعمل الشوربة اللي هنعمل بيها الأكل. وحطيت هنا في الشوربة طبعا ملح وسكر وفلفل اسود. هنا كده فرمت كام بصلاية، حوالي 3 بصلات كده عشان اعمل طاجن البامية. حطيتهم كده في الطاسة، هشوحهم كده المية تنشف. بحب احط يعني البصل الاول تنشف ميته، وبعد كده انزل بالمادة الدهنية. حطيت رشة السكر عشان البصلاية تتكرمل معايا وتبقى كده مززة. انا بحب يعني دايما معتمدة معلقة السكر دي في كل وصفاتي، وخصوصا مع البصل. كده بقلب فيها، وبعد كده هنزل بالسمنة. طاجن البامية ده يعني بيحب السمنة، يعني هو دسم بس هو لازم يكون كده عشان يبقى حلو كده. نزلت بمعلقة سمنة كبيرة كده ومحترمة. وانا بحب اشوح البصلاية الاول، بعد كده انزل باللحم. يعني بحب البصلاية تدبل معايا، وبعد كده انزل باللحم. اللحمة انا كنت سلقاها يعني، خدتها نص سوا عشان تبقى حلوة معايا، متأخرش يعني في السوا لحسن البامية تتهري ومتكونش استوت. كده انا شوحت البصلايه كانت دبلت معايا. نزلت كده باللحمه بنص كميه اللحمه. عشان في حد بيحب اللحمه محمره بالسمنه، وحد عندي بيحب يعني تبقى جوه الطاجن. فانا كده اخدت تقريبا يعني نصها. بشوحه كده عشان اعمل عليها طاجن الباميه. حطيت اللحمه كده وبشوحها فيها تشويحه حلوه. نزلت كده بالملح والملح المبهر اللي انا عاملاه، وبرضه هحط فلفل اسود كده ساده، وهقلب فيها كده على طول. نزلت بجرنان فلفل حامي عشان تديها كده طعم حلو وريحه كده وشطشطه كده بسيطه. بيبقى طعمها حلو جدا كمان. وفي بيحط كده ليمون بس، ما فيش يعني عندي كده ما بيحبش الليمون يعني انا بحب اعصر عليها بعد ما مغرف. هنا كانت الكاميرا فصلت، فما خدتش بالي يعني، معلش كنت بصور لوحدي. كده شوحت كده الفلفل مع اللحمة مع البصلاية. بعد كده نزلت بالبامية. بامية مشتريها يعني مفرزة خضرة. هديهم كده تشويحة، وهنزل بباقي المكونات. كنت هعمل هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده هنا بقلب في البامية. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين صلصة اللي هي المعلبة، وبعد كده بكون فرمة طماطم ومصفيها هنزل عليها بيها لحد ما تتسبك. تمام تمام. بصوا حبايب قلبي، اللي وصل لحد الفيديو من هنا يحطوا له اللايك ودعموني كده وشجعوني عشان القناة كده تكبر وتتشاف بيكم ان شاء الله. هنا نزلت بمرق الدجاج عشان تطعم كده الاكل. بحبها يعني في كل الاكل بتاعي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده بعد ما حطيت مرقة الدجاج وقلبتهم مع بعض، نزلت بالصلصة، نزلت كده بمعلقتين صلصة عشان يبقى لونها احمر كده وحلو. هقلبها فيهم، وبعد كده هنزل بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط ومصفياها. طماطم طازة يعني مش متسبكة، طماطم ضربها في الخلاط ومصفيها على طول. تمام. كده حطيت بنزل بالطماطم، وبعد كده هسيبها تتسبك معايا. ولسه مكملين معانا ان شاء الله في رمضان، بنحاول نعمل حاجات موفرة واقتصادية مش مكلف على كد الايد عشان كله يستفاد طبعا. يعني لسه كده هنبدأ ان شاء الله، يعني بإذن الله ان شاء الله الاسبوع الجاي كده بإذن الله. المخبوزات انا كنت عاملة الفايش قبل رمضان، احنا بنخبز يا جماعة قبل رمضان عشان متعب ومنقدرش يعني نكمل كده. نعمل في رمضان واحنا صايمين. كان هنا الطماطم اتسبكت بالبامية بكل المكونات، بعد كده هحطها في الطاجن. كنت بقول نكمل كلامنا كده تاني. كنا خبزة يعني الفايش قبل رمضان ومخلصين. وبنحب نعمل في رمضان اللي هي المخبوزات البسيطة السهلة، اللي هي البسكوت والكحك والنوام دي كلها بنعملها كده بعد فطار المغرب. كده بنتجمع كلنا وبنتسلى احنا مع بعضين، كل يوم بنعمل حاجة. فانا هعمل معاكم كده. احنا بنعمل يعني الصراحة في ناس بدأت، يعني هم بتعملوا كده، الناس كلها بدأت، بس يعني انا هعمل لكم مقادير كده عشان اللي عايز بمقدار يعرف الكمية اللي عايز يعملها. كده انا حطيت هنا دقة التومة في الهون، وحطيتها بمعلقة سمنة برضو كبيرة، نزلت بمعلقة كزبرة ناشفة، وهحط بابريكا عشان تديها برضو لون حلو وطعم حلو، والله خطير بالبابريكا برضو في طشة البامية. كده اخدت لون، وهنزل عليها في الطاجن. انا كنت حطيتها في الطاجن وهطشها بعد كده، بعد ما اطشها بحطها في الفرن. تمام. بعد كده هعمل معاكم يعني ان شاء الله مقادير النواعم دي بالكيلو، عشان برضو اللي حابب عايز يعمل بالكيلو او عايز يعمل 2 كيلو يضاعف الكمية. وان شاء الله هنبدأ معنا بعد الاسبوع الجاي بإذن الله. ويا رب الوصفات تعجبكم والفيديوهات تعجبكم ان شاء الله. تحطوا له اللايك وتشتركوا في القناة طبعا يا حبايب قلبي، فضلا وليس امرا، عشان تشجعوني كده ونستمر مع بعضينا، وعشان اكمل ان شاء الله، لان دي يعني أمنية حياتي. أنا بحب المطبخ جدا جدا، وبحب الوصفات والأكلات، والحمد لله يعني أنا شاطرة فيها. مش بشكر في نفسي بس، يعني عن تجربة، عن كل اللي يدوق وصفاتي بيقول عليها كده بتعجبه، وبحب أكرر يعني الوصفة كذا مرة. أنا هنا كده كنت طشيت البامية وخلاص كده وظبطتها والحياج والطعم. والله العظيم طاجن البامية ده خطير خطير كده، حاجة كده من الآخر ملهاش حل. أنا بحبه جدا جدا جدا، خصوصا بالليمون، وعاملة ليمون مخلل طبعا، وطبعا هيبقى فطار حلو ولذيذ كده. أنا طشيته وخلصته، حطيته كده في الفرن، بس ياخد البقبقة بتاعته كده زي ما انتوا شايفين. كان كده اتبقبق كده واستوى وتمام. وكان هنا شكله كده كان خرافي بعد ما طلعته من الفرن. عملت معاه حلة محشي كرنب، بحاجة كده وهم يا جماعة، والله العظيم الصنفين دول فظاع حلوين جدا. وكده برضو وعملنا هنا الفطار بتاعنا عصير فراولة وعصير تمر. الشفاشف دي كانت ملانة، بس ابنه الصغير 6 سنين رايح جاي، انا بعمل عصير بدري رايح جاي على التلاجة لما اخد نص الشفاشف. يلا بالهنا والشفا ليه، بالهنا والشفا ليكم ولينا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. و... وهنا المحشي برضو كان خطير، بصوا روعة يا جماعة المحشي، والطعم خرافة الصراحة.
يا كل سنة وانتم طيبين، وحطوا له اللايك واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا.